تبدأ القصة مع زوجين فقيرين، رون وبيكا. يعيش الاثنان حياة صعبة، حيث يحاول رون التقرب من زوجته، لكن يبدو أن بيكا فقدت شغفها، لأنها منهكة دائما بسبب العمل. فرون عاطل عن العمل، ويعاني من آلام في ظهره، بينما تتحمل بيكا مسؤولية إعالة الأسرة وحدها، إذ تعمل كممرضة. وليس هذا فقط، بل يواجهان أيضا مشكلة في الإنجاب، مما يزيد التوتر بينهما. في المقابل، هناك زوجان آخران، ماكس وميندي، وهما أصدقاء لهما، يعيشون حياة مختلفة تماما، حياة مليئة بالثراء والرفاهية داخل قصر فاخر. وفي إحدى الليالي، يقيمان حفلة عند المسبح، ويدعوان رون وبيكا للحضور. وخلال الحفلة، يدور الحديث حول حياتهم الزوجية، ليكشف ماكس وميندي عن أسلوب حياة غير تقليدي، يقوم على ما يعرف بتبادل الأزواج. يحاولان إقناع رون وبيكا بتجربة هذا الأمر، مع التأكيد على وجود قواعد واضحة، أهمها ألا يتم أي شيء دون علم وموافقة الطرفين. في البداية، يتردد رون وبيكا، لكن الفكرة تثير فضولهما، ومجرد التفكير فيها، يبدأ الشغف في العودة تدريجيا إلى علاقتهما. وبعد التفكير، يقرران مقابلة ماكس وميندي مرة أخرى، ليخبرهما بموافقتهما على خوض التجربة. ويرسلون الرسائل بالموعد، وبالفعل، يتفق الأربعة على البدء. وفي ليلة أخرى، يجتمعون داخل القصر، ويبدأون بالتمهيد للتبادل، حيث تبدأ التجربة، ويأخذ كل رجل زوجة الآخر، في إطار القواعد التي وضعوها. ويبدأون في تجربة التبادل، كل اثنين على حدة. في اليوم التالي، كان رون وبيكا متحمسين لما حدث في الليلة السابقة، وقد أصبح الاثنان أكثر جرأة من قبل، لتتطور الأمور بينهما، ويقررا خوض تجربة جديدة معا. يقرران الذهاب إلى ناد سري، حيث تقام فيه طقوس غير تقليدية، وهناك يظهر عليهما الانبهار بما يرونه، ويدخلان معا إلى إحدى الغرف. ومع مرور الوقت، يبدأ رون في الشعور بالغيرة، خاصة عندما يلاحظ أن بيكا تقضي وقتا بمفردها مع ماكس، على عكس ما كانوا قد اتفقوا عليه من قبل. وهنا ينتهي الجزء الأول من القصة. لنلتقي في الجزء الثاني.